ازيكم؟ هعمل معاكم النهارده برجر الفراخ بطريقه اسهل من السهوله، يديكي نفس الطعم بتاع بره ونفس الريحه كمان. طبعا شايفين منظره عامل ازاي، هيطلع معاكي بالنتيجه دي. ولو حابه تعملي منه كميه وتحطيها في الفريزر، ممكن تنفع لسندوتشات المدرسه او غدا خفيف او تنفع كمان للعشاء. هدخل معاكم في الطريقه على طول. قبل ما نبتدي ما تنسيش تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد مني. عندي هنا نص كيلو من صدور الفراخ. ممكن تعملي بالوراك بس الصدور افضل عشان بعد كده الحجم ما يكشش معاكي. طبعا الصدور الفراخ عندي كانت مغسوله كويس جدا وسبتها لحد ما اتصفت، مش عايزه فيها ولا نقطه ميه. وقطعتها وهبتدي بالمفرمه بتاعه الخلاط او بالكبه، وهبتدي افرمها كويس جدا لحد ما تبقى معايا زي المعجون بالظبط. تمام كده. بعد ما فرمت كل الكميه اللي عندي، هنزل عندي كده بمعلقتين كبار من البقسماط الناعم، وممكن يعني يزيدوا شويه لثلاث معالق على حسب الفراخ عندك. لما تيجي تعجنيها وتحسيها كده متحكمه فيها. حطيت هنا معلقه صغيره من البيكنج باودر، وميزه البيكنج باودر بيخليه معاكي مش مكتوم وهش شويه. حطيت نص معلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره ممسوحه من البصل البودر، ومعلقه صغيره ممسوحه من الثوم البودر. ما بحطش توم فريش يا جماعة او بصل فريش، لان بيقلب معاكي طعم الكفتة، ما بيبقاش برجر خالص. حطيت هنا نص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، ومعلقة كبيرة من الكاتشب، وهحط معلقة كبيرة من الباربيكيو صوص، وهحط معلقة كبيرة من المستردة. تقدري تستغني عن الحاجات اللي مش موجودة عندك، بس الميكس ده كله مع بعض بيديكي نفس ريحة البرجر اللي بتجيبيه من بره، ونفس الطعم كمان. حطيت هنا نص معلقة من البابريكا، وده بيخلي معاكي البرجر لونه احمر شوية. تقدري تستغني عنها لو انت مش حابة، يعني هي مش بتضيف طعم، هي بتضيف لون بس مش اكتر. هبتدي اقلبهم كويس جدا. طبعا انا حطيت رشة ملح وما تكتريش ملح. قلبتهم كويس جدا لحد ما يبقى عجينة معاكي متماسكة، يعني تمسكيها في ايدك كده تتشكل. وممكن تضيفي معلقة كمان من البقسماط. تمام. بعد ما قلبت كويس جدا، الخطوة دي اختياري، انا ولعت فحم عندي وحطيتها في حاجة كده ونقطتين بس كده من الزيت، وغطيتها عشان ياخد معايا ريحة الفحم كأنه مشوي على الفحم. طبعا انتي تقدري تستغني عن الخطوة دي للناس اللي ما بتحبش. بعد ما شلت انا الفحمة سبتها في التلاجة حوالي نص ساعة. حتى لو تلاحظوا هي مسكت معايا شوية، عشان بس اعرف اشكلها وما تلزقش في ايدي. طبعا حجم البرجر اللي انت عاوزه تعمليه، انا عملت اكبر حجم لدرجه ان هو كان اكبر من الكايزر نفسه. فعمل معايا النص كيلو دول، عملوا معايا 8 وحدات من الكبير. لو عندك المكبس بتاع البرجر تقدري تشكليه فيه، انا ما كانش عندي. وبعمله كده دايما بكيس كده بفتحه، وبعدين بعمله زي ما انت شايفه كده. بالكيس افضل حاجه، لانه بيطلع معاكي الشكل مدور ومظبوط كانك عاملاه بالمكبس بتاع البرجر. احنا مش محتاجين ان هو يبقى تخين قوي عشان يستوي معاكي على طول. يعني السمك والحجم اللي انت شايفاه ده افضل حاجه. تمام كده. انا عملت كل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه، وهسيبه بس هدخله الفريزر حوالي تلت ساعه يمسك. حطيت بس ما بين كل رق والتاني، انا بقولك ان هو لازم تحطي كيس عشان خاطر بيلزق. وهتدخليه الفريزر بعد ما يمسك، تقدري تحطيه كله على بعض، مفيش مشكله، مش تبقي خايفه ان هو يمسك في بعض. عندي بقى هنا طاسه على النار، شويه صغيرين من الزيت، ولعت عليها درجه حراره تكون اقل من الوسط شويه. اول اما الطاسه تسخن عندي جامد، هحط فيها البرجر بتاعي. البرجر عندك يكون ماسك نفسه، ما يكونش مجمد. ما تخرجوش من الفريزر تحطيه في الطاسه، لانه هياخد لون من بره وهيبقى ني من جوه. يعني انا سبته يعني هو ماسك نفسه بس مش مجمد. طبعا انا ولعت عليه اول لما يعني الطاسه سخنت قوي، وحطيت البرجر ووطيت عليه عشان خاطر ياخد لون وفي نفس الوقت يستوي من جوه. طبعا الكميه الباقيه عندك انت بتسيبها في الفريزر، واول اما بتحتاجيه بتخرجيه قبلها بربع ساعه يكون فك شويه وتستخدميه عادي جدا. قلبته هنا على الوشين، ما اتاكدت ان هو استوى خلاص. هنا بقى اقدر استخدمه. عندي هنا الكايزر بتاعي، وتقدري تدي الكايزر لون
على النار في نفس الطاسه اللي عملتي فيها البرجر، بس انا ما كنتش حابه دهون زياده. هقولك بقى على الصوصات اللي انا بفضل احطها على البرجر. ده صوص الرانش اللي على الشمال، اللي على اليمين ده اللي هو صوص الجبنه الشيدر. وتقدري تحطي كاتشب او مايونيز او مستردة، الطعم اللي انتي بتحبيه استخدميه، مفيش اي مشكله. بس انا بحب اعمله بصوص الرانش اكتر، خصوصا في الفراخ. فحطيت شويه كده في الكايزر، دهنته كويس جدا. وعشان تاخدي افضل طعم ادهني الكايزر الطبقه اللي تحت والطبقه اللي فوق، يعني في الاخر هدهن الطبقه اللي فوق برضو. وحطيت هنا خس. بعدين نزلت بالبرجر بتاعي، وبعدين هحط طماطم. انا ما بحبش احط بصل، فالافضل الافضل ليكي اعمليه. انا عملته بالطريقه اللي انا بفضلها. تمام كده. حطيت برضو شويه من صوص الرانش فوق. كده الساندوتش معايا بقى جاهز. عملت الكمية اللي انا هستخدمها برضو كلها بنفس الطريقة. وده شكله في النهاية. يا رب الطريقة تكون عجبتكم، سهلة وبسيطة، هتاخدوا منها افضل طعم، وريحته حلوة جدا كأنه مشوي على الفحم. يا رب الطريقة دي تكون عجبتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.